إن لله وإنا إليه راجعون. رحلت عن عالمنا الآن الإعلامية المصرية واللحقت بأختها في نفس العام. الإعلامية اللي عاشت في قلوب كل المصريين وبرامجها محفورة في عقولهم لحد النهاردة. فقدت مصر اليوم واحدة من أهم الإعلاميات. رحلت الآن الإعلامية جيلان حمزة اللي أثرت في كل بيت مصري وبأعمالها وببرامجها اللي كانت صوت المواطن البسيط وواجهت قضايا المجتمع. وشيعت جنازتها عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة وغياب جميع الإعلاميين المصريين والفنانين. ولكن قبل ما نعرف سبب الوفاة خليني أقول لكم إنها لحقت بأختها كريمان حمزة مذيعة البرامج الدينية اللي توفت 1 يناير 2024. توفت جيلان حمزة بعد صراع مع المرض، وابتدت مسيرتها الفنية في عمر 17 سنة بتأليف أول رواية ليها. وبعد وفاة والدها رشحها وزير الإعلام المصري كمذيعة في التلفزيون المصري، ومن يومها قدمت العديد من البرامج واللي كان أبرزهم المرأة وبرنامج كشكول. قدمت أيضا في بعض محطات الإذاعة. جيلان حمزة اللي استمرت في رحلتها الإعلامية على مدى عقود طويلة كانت رمز للإخلاص والصدق في رسالتها، وقدمت برامج اجتماعية بقت جزء من ذاكرة الناس. من خلال برامجها قدرت تكون أكتر من مجرد إعلامية، وكانت أخت وصديقة لكل بيت مصري، ودايما صوت للي ملهوش صوت. يا ريت كلنا ندعي لها بالرحمة والمغفرة.